انا خايف انزل المحتوى بتاعي التقيل دوت على السوشيال ميديا فالناس تبعد عني عشان المحتوى بتاعي ده تقيل قوي. كان اجابتي ليه طبعا ان انت بتعمل كارثه من الكوارث، انت بتنزل محتوى بسيط وضعيف جدا، فبيجي لك الناس البسيطه والضعيفه جدا في اللغه العربيه مثلا وعايزين يخشوا يشتركوا معاك. لما بيخشوا يشتركوا بيلاقوا محتوى قوي جدا وتقيل، ايه اللي بيحصل؟ الطالب بيحبط، بيطلع يتكلم عنك انك انت بتقول حاجات مش مفهومه. انت بتخسر الطلاب وكمان بتخسر سمعتك في المجال، انك انت حد بيدي حاجه صعبه خارج اصلا نطاق الفهم. لو انت شغال محتوى قوي، نزل المحتوى القوي ده، هتلاقي الناس اللي بتحبه ممكن يبقى عددها قليل في المشاهدات وفي التفاعل. ايه مشكلتك؟ مش انت هدفك الاساسي انك تعمل معدل تحويل من حد بيشوفك لطالب عندك؟ يبقى انت ما عندكش مشكله انك انت تنزل المحتوى ده طالما معدل التحول بتاعك ماشي بشكل سليم. ايه الكلام المجعلص والكبير ده؟ هشرحه لك بشكل بسيط. لو انت عندك فيديو جاب مليون مشاهده والفيديو دوت ما جابلكش ولا طالب، وفيديو تاني جاب لك 500 مشاهده وجاب لك 3 طلاب، من وجهة نظرك كواحد عايز يحقق مبيعات ويحقق انتاجية انه يدخل طلاب، انهي فيديو ناجح؟ طبعا بدون اي كلام الفيديو اللي جاب لك 3 طلاب.